الخمير الطبيعي يمكن بسيط في شكله، بس تأثيره كبير على العجينة. وتدرون إننا نستخدم الخمير الطبيعي في تحضير الخمير الحضرمي؟ لأنه أصلاً ما ينفع يتسوى بدونه. الخمير الحضرمي يعتمد اعتماد كامل على الخمير الطبيعي، هو قلبه وروحه. الخمير الطبيعي مو مجرد خميرة، هذا مزيج بسيط من ماء ودقيق، نخليه يتخمر يوم بعد يوم إلين يصير كائن نطعمه ويعيش معانا. والأجمل إنه يعيش معاك فترة غير محدودة، كل اللي يحتاجه تغذية، دقيق وموية، ويرجع ينتعش ويشتغل كأنه جديد. طريقة تحضيره: نجيب برطمان، نخلط فيه دقيق وموية بدرجة حرارة الغرفة، نقلبه، نغطيه تغطية خفيفة ونخليه 24 ساعة. اليوم اللي بعده نرمي نصه ونغذيه بدقيق وموية، ونكرر هالخطوة كل يوم إلين نشوف الفقاعات ونسمع صوت نشاطه. وقتها نعرف إنه صار خمير طبيعي جاهز. هذا الخمير يشتغل على راحته، يخمل العجينة ببطء، والبطء هذا هو سر النكهة والقوام اللي ما تنساها. مو بس يرفع، يبني طعم، وبرضه يعطي العجين قوة، يخلي المخبوزات تعيش أطول بدون ما تنشف. ولما نتكلم عن الخمير الحضرمي، هو بالأساس قائم على الخمير الطبيعي، بدونه ما يطلع بطعمه ولا نكهته ولا ارتفاعها الصحيح. الخمير الطبيعي هو اللي يعطي الخمير الحضرمي طعمها الخاص وقوامه اللي الكل يعرفه. فالخمير الطبيعي مو مكون، هذا أساس وروح وركن من أركان الخبز، اللي يرفع العجين ويرفع النكهة معها. وإذا تبغون خمير حضرمي، راسلونا على الخاص ونضبطكم باللي يرضيكم.